استهلاك اكتر، انتاج اكتر، فلوس اكتر، اقتصاد يعلى وهكذا. فالاهم من ان انا كمان ازود وعي بالموضة والفاشن، ان انا ازود وعي بجسمي انا واحتياجاتي انا وايه اللي يليق عليا انا. الذوق الفردي ده بيبقى نتاج عن فكر ومنشأ وبيئة واجتماعيات اتربى الشخص ده عليها. هو الحاجة الوحيدة اللي بيقدر يحلل هل اللي احنا بنعمله ده هو مجرد سلوك استهلاكي بحت، ولا هو الشراء بجد لان انا محتاج القطعة دي. زمان لما كنت بلاقي اي حد لابس لبس مش عاجبني او شكله مش حلو، كنت بقول ان هو ستايله وحش وخلاص. ما كنتش بقدر احط ايدي على سبب معين انا ليه حاسة ان اللبس ده مش حلو او هو ليه مش عاجبني. وزي ما كلنا بننقد بعض، هو مجرد لما بنلاقي حاجة شكلها بالنسبة لنا مش حلو فبنقول انها وحشة. بس في الموضة مش دايما الرأي هو اللي بيبقى صح. زي ما كل حاجة في الدنيا ليها أسس علمية بنقدر إن احنا نقول الحاجة دي مناسبة ولا لأ، فالموضة كمان ليها أسس بنمشي عليها علشان نقدر نقول اللبس ده تمام ولا فيه مشكلة. وده ما بيبقاش بناء على رأي حد أو اتنين، أو بناء إن احنا بنقول هو حلو ولا وحش، لأن دي بتبقى حاجة نسبية جدا من كل واحد والتاني. هي بتبقى أسس بنقول إن دي تليق على دي ودي ما تنفعش تتلبس مع دي. كل واحد فينا بيبقى شايف ان اللبس اللي هو لابسه ده احسن حاجة، وبيجادج الناس التانية لو هي ما بتلبسش على نفس ستايل، لانه بيبقى هو شايف ان هم مش مناسبين ليه. دي حاجة اسمها سرد جمالي، وده بيبقى جادجمنتال، هو بيزد على الآراء الشخصية بس. هي ما فيهاش أي أسس علمية ولا ليها أي سبب نقدر إن احنا نحط إيدينا عليه عشان نعممه فنقول إن ده حلو وده وحش. وزي أي نقد في الدنيا هو لازم يبقى على أساس علمي، فالنقد الفني للموضة برضه هو بيبقى قايم على أساس علمي. هو ولا بيقول إن هو حلو أو وحش، هو بيحلل القطعة دي سبب لبسها إيه، وهل هي مناسبة للمكان اللي ملبوسة فيه ولا لأ، وهل هي مناسبة للطبقة الاجتماعية اللي الشخص ده لابسها ولا لأ. وبناء عليه بيقول وبيحدد إن القطعة دي مناسبة للشخص ولا دي ما تنفعش، لكن ولا بيقول حلو ولا وحش. زي ما في نقاد لصناعة السينما ففي نقاد لصناعة الموضة، ولأن كلها فنون فمش دايما الفنون بتبقى قايمة على الحلو والوحش، هي بتبقى قايمة على الأسس العلمية زي ما اتفقنا. فزي ما في أفلام كتير جدا بتعجب الجمهور وبتلم تذاكر على الشباك، بس النقاد ما بيبقوش شايفين ان الفيلم ده مناسب، ده بيبقى ان هو يا إما بيشارك فكرة مش المفروض انها تتشارك في وسط معين، أو ان هي تاريخيا فيها حاجات مغلوطة، أو هي مش مبنية على أسس علمية. نفس الكلام لللبس. لو الناقد الفني للموضة شاف ان اللبس ده مش مناسب ولا للهيئة ولا للشكل ولا بيعبر على الايدنتيتي اللي المفروض تعبر عليه، ساعتها بيقول رأيه ان اللبس ده ما ينفعش. لان النقد الفني للموضة اتعمل mainly علشان اولا يخلي الموضة فيها نظام، لان هو نظام وكيان كبير جدا لرؤساء الدول والناس اللي بتستخدمه لإظهار سلطاتها ومكانتها الاجتماعية، وفي نفس الوقت تحدد نظام وطريقة لبس معينة عشان تشكل بروتوكول الناس تمشي عليه، ونظام تقدر ان هي تتعامل بيه فتوظف الموضة بالشكل اللي يفيدها. ما يبقاش في اي كونفليكس ما بين دول والتانية، ولا ان الناس تتفهم غلط بسبب لبس معين. لان ممكن احنا كجمهور عادي نشوف ان في الوان معينة واقمشة معينة لو اتلبست على بعض هي ما فيهاش اي مشكلة، ولكن للنقاد دايما بيبقى رأي اخر، لان هم بيبقوا محددين ايه الاقمشة اللي تتلبس مع ايه، وايه الالوان اللي ينفع تتلبس وايه اللي لا. فدايما قبل ما نشوف القطعة دي حلوة ولا لا اسأل نفسي سؤال مهم جدا: هو انا بنقد نقد فني ولا انا مجرد شخص عادي وبيقول رأيه؟ لان ساعتها هتفرق كتير قوي. الذوق الفردي ده بيبقى نتاج عن فكر ومنشأ وبيئة واجتماعيات اتربى الشخص ده عليها، فبيكبر شايف ان في ستايل معين في اللبس هو ده الحلو وهي دي الألوان اللي المفروض تتلبس سواء في المناسبات أو في حياته العادية. فمثلا في ثقافات معينة هم بيتعودوا ان هم يلبسوا غوامق، بس بيلبسوا كونسايزد جدا، بيبقوا very modest، ما بيلبسوش أي حاجة مفتوحة. لو راحوا مجتمعات غربية بيبقى فيها اللبس مفتوح شوية،
كل واحد بيلبس على ذوقه هيحسوا ان هم odd جدا ومش مرتاحين وشايفين ان اللبس ده very outdated و very old fashion ومش المفروض ان الناس تلبس بالطريقة ده في الزمن ده. والعكس كمان، الثقافات الغربية لو شافت الناس بتلبس بشكل very concise و very modest هتشوف ان هي ناس مقفلة جدا وما بتلبسش على الموضة ومش مواكبة العصر. فعشان كده اتعمل النقد الفني للموضة، وهو قدر يفصفص الاجتماعيات ودماغة الناس علشان يقدر يشوف ايه الاماكن اللي نقدر فيها نلبس بشكل معين وايه الاماكن اللي لو لبسنا فيها على مزاجنا احنا اللي هنلاقي النقد. فالنقد الفني اتعمل للموضة بالذات علشان يقدر يحط كاتيجوري لكل مناسبة ولكل مكان، ايه الالوان على حسب الشعب والفكر والعلم بتاعهم وعلى حسب فكرهم هم وثقافتهم هم، ايه اللي يقدروا يتقبلوه وايه اللي لا. فعشان كده النقد الفني بيبقى دايما مهم، especially لو انت شخص محتاج تظهر للمجتمع بشكل public، محتاج ان انت تشوف النقد الفني رأيه ايه في الموضوع، لان مش بيبقى دايما ذوقك هو الاحسن. التحليل النقدي اثبت كفاءته ووجوده لما ظهر الظاهرتين بتاعة الجرunge والبانك، وهي ان الناس كانت ساعتها عندها فكر ان هي متضايقة جدا من السياسات اللي موجودة في الوقت الحالي، وكانوا شايفين ان طريقة لبسهم في المظاهرات هي اللي هتظهر هي فكرهم ايه وثقافتهم ايه وايه مطالبهم من دولتهم. شكلا ممكن لو احنا دخلنا بصينا على طريقة اللبس دي وهي اقرب للستريت ستايل شوية، هي ولا هي فاشنبل ولا هي لايقة على بعض ولا الالوان بتاعتها مناسبة ولا متناسقة. فبالنسبة للآراء الشخصية لكتير من الناس هتشوف ان ده عك او ان ده حاجة مش مفهومة بالنسبة لهم وان دي حاجة عمرهم ما يقدروا ينزلوا بيها من بيتهم. بس بالنسبة للنقد الفني للموضة كان ليهم رأي تاني خالص، كانوا شايفين ان دي حركة بطريقة اللبس دي كانوا كلهم لبسهم موحد، حتى لو بالنسبة للجمهور العادي هو شكل وحش، ولكن اتفقوا كلهم ان هم هيلبسوا بشكل معين عشان يبرزوا فكرة معينة، فيعملوا زي كوميونيتي يعرفوا بيها بعض وبكده ينشروا فكرهم اكتر وعلى شكل أوسع. فمش دايما التحليل للقطعة اللي احنا بنقيمها أو البيس اللي احنا بننتقدها بتبقى دايما قائمة على الرأي الشخصي بس. الرأي الشخصي ساعات ممكن يأيد بس النقد يقول لأ، وساعات بيبقى العكس، ودايما اللي بيكسب العلم وهو النقد الفني للموضة، لأن هو رأي محايد، هو ولا مع ولا ضد، هو مجرد بيحلل وبيقول ايه الصح في المكان الصح وايه الغلط في المكان الغلط. والإعلام بيبقى عنصر أساسي جدا إن هو يخلي التحليل النقدي ده منشور وسط الناس، لأن دلوقتي مع انتشار السوشيال ميديا والإنترنت بقى كل واحد عنده صوت إنه يقول رأيه، سواء مثلا في فستان لفنانة مشهورة أو لبدلة لدبلوماسي مشهور أو معروف، وبيبقى دايما النقاد شايفين إن الدبلوماسي ده أو الفنانة دي لبست البيس الصح في المكان الصح، حتى لو ده بالنسبة للجمهور ما كانش أحلى حاجة ولا قلب حاجة. فبيبقى دور الإعلام هنا مهم جدا إن يوعي الناس إن مش دايما النقد عن طريق إن أنا أقول رأيي الشخصي اللي هو مش بيزد على أي حاجة علمية بيبقى هو الصح. ساعات بيبقى محتاجين إن إحنا كجمهور عادي نعرف رأي العلم إيه، وده بينتشر لنا عن طريق الإعلام عشان نقدر نقول رأينا اللي إحنا بنقوله ده هل نحتفظ بيه لنفسنا ولا أنا ممكن أنشره فعلا عشان ناس تانية تجت انسبايرد وتغير من طريقة لبسها وشكلها. مع ظهور العولمة والفاست فاشن النقد الفني للموضة بين قد ايه هو مهم، لان دلوقتي مع ظهور الفاست فاشن هو دخل في الدايرة الاقتصادية والاستهلاكية، خلانا كلنا كونسيومرز عايزين يبقى عندنا اكبر عدد من القطع حتى لو احنا مش محتاجينها ولا اصلا فاهمين احنا بنشتريها ليه ولا عندنا الرغبة فعليا ان احنا نشتريها. فالرأي الفني للموضة والنقد ساعتها كان مهم جدا انه يقول للناس هل القطعة دي احنا فعلا محتاجينها ولا احنا مجرد دخلنا سايكل استهلاكية بسبب العولمة والفكر اللي انتشر ان احنا محتاجين يبقى عندنا اكبر عدد من كل حاجة حتى لو احنا مش محتاجينها لمجرد ان انا يبقى اسمي عندي عدد معين. فساعتها النقد الفني بيساعدني ان انا اقدر احكم البيس اللي انا بجيبها دي هل هي مناسبة اصلا لستايل لبسي ولا انا مجرد بجيب حاجة على الموضة وخلاص من غير ما اكون انا فاهماها، ولا انا بجيب حاجة انا هي شكلها حلو
حلو جدا بس مش هتبقى لايقة عليا. فعشان كده مش لازم ان احنا نتعمق بشكل كبير قوي. لو انت شخص عادي مش محتاج ان انت تدرس الموضة بشكل مفصل، بس اتليست لازم يبقى عندك الأسس اللي تخليك قادر تظهر بالشكل اللبق اللي تحب تظهر انت بيه للناس. وفي العصر الرقمي اللي احنا فيه كل حاجة دلوقتي بقت أرقام وبقت داتا، حتى احنا ككونسيومرز بقينا داتا عند الشركات الكبيرة والبراندز العالمية. طريقة استهلاكنا، الطريقة اللي احنا بنشتري بيها، والطريقة اللي احنا بنحب ان احنا نبان بيها، وحتى كمان ايه السبندنجز بتاعتنا وقدرتنا الشرائية. وحتى كمان بقوا بيحللوا اكتر جيل عنده قدرة شرائية عالية حتى لو معهوش فلوس بس بيحب يشتري، فابتدوا يدخلوا حاجات فاينانشال في الموضوع زي القروض والكريدت كاردز، والحاجات دي كلها بقت تسهل على المشتري ان هو يدخل اكتر في الدايرة بتاعة انه هو يبقى مستهلك اكتر فيجيب اكتر فيدين اكتر وهكذا. كل ده السرد الجمالي ما يقدرش يناقشه، لان هو مجرد بيقول رأي سواء في الاستهلاك او في البيسز او في الموضة. انما النقد الفني للموضة هو الحاجة الوحيدة اللي بيقدر يحلل هل اللي احنا بنعمله ده هو مجرد سلوك استهلاكي بحت بس جت انفلونس بسبب العولمة، ولا هو الشراء بجد لان انا محتاج القطعة دي، وان انا كشخص مستهلك محتاج ان انا اجدد من لبسي او ان انا اغير من طريقة ستايلي. فعشان كده النقد الفني للموضة هو حاجة مهمة جدا جدا جدا، حتى لو هو علم معقد لبعض من الناس، ولكن اتليست لازم نبقى عارفين هو ايه الاسس اللي هو مبني عليها، عشان حتى انا كمستهلك يوم ما اجي اشتري ما تخدعش بالعولمة والفكر الاستهلاكي اللي هم عايزين يزرعوه فينا، علشان ما بقاش بشتري عمال على بطال وخلاص. زمان كانت الناس بتفرق ما بينها وما بين بعض بطريقة لبسها. فمثلا الناس اللي هم كانوا بيتقال عليهم العمال والفلاحين والناس اللي بيزرعوا في الأراضي وبيشتغلوا بيبقى ليهم طريقة لبس معين. الناس اللي هم يقال عليهم من علية القوم بيبقى ليهم لبس معين. والناس اللي هي بتترأس وظائف ليها علاقة بالرئاسة والدولة بيبقى ليهم لبس معين. كل واحد فيهم ليه طريقة لبس وشكل بيديهم برستيج معين بيعكس هم ايه صفاتهم الاجتماعية في الدولة. وده بيخلي الناس طبعا يا اما بتزيدك احترام يا اما بتقلل من شأنك، يا اما بيبقى ليك برستيج ومكانة على حسب اللي انت لابسه، يا اما برضو مش بتاخد الاهتمام والبرستيج لو انت مش لابس بالطريقة اللي تخليك تاخد البرستيج والاحترام ده. وفي العصور الوسطى ظهر حاجة اسمها الصعود الطبقي البصري، وده لان الناس كانت رافضة في الوقت ده ان هي تفضل الناس بتليبل بعضها لمجرد ان انت مثلا بتشتغل بالشكل الفلاني يبقى انت ما تستاهلش ان انا احترمك، او ان انت مش من علية القوم يبقى انت ما تستاهلش ان انت تاخد ابسط حقوقك ولا تاخد المعاملة اللي نفس علية القوم بيعملوها. فالناس وقتها قررت ان هي كلها هتلبس زي بعض، الناس اللي ما كانتش تنتمي للطبقة العليا قررت ان هي تلبس نفس اللبس اللي كانت الطبقات العليا بيلبسوها، حتى لو مش بنفس الجودة بس حاولوا يقربوا المسافات، علشان من بعيد انت كمشاهد بتشوف ان علية القوم زيهم زي اللي بيشتغلوا، فانت بالنسبة لك ده بيخلي عندك ايمج ان الاتنين يستاهلوا نفس قدر الاحترام، والاتنين عندهم برستيج بس كل واحد في منطقته وفي حتته. وده طبعا ما عجبش الناس اللي كانت في الطبقة العليا، لان هم ابتدوا يشوفوا ان البريفيليجز او حاجات اللي كانوا بياخدوها حتى لو ما كانتش من حقوقهم هيبتدوا يفقدوها بسبب حاجة زي دي. وعشان كده ابتدوا يطلعوا قوانين صارمة جدا بتمنع ان اي حد يلبس شبه الطبقات العليا، وتحددت للطبقات الوسطى والطبقات الأقل والأفقر طرق لبس معينة وألوان معينة، حتى الأقمشة والطبقات اتحكموا فيها علشان يخلوا بالهم الناس تقدر تحكم مين من علية القوم ومين الطبقات الأقل شوية أو الأفقر شوية. وساعتها ظهر لو جديد ما كانتش الناس في العصور الوسطى ولا حتى الحديثة في أوروبا والدول اللي ابتدت تتقدم شوية تسمع عنها، حاجة اسمها سامتوراني لو. وده لو اشتغل كحاجز بصري ما بين الطبقات العالية والطبقات الواطية علشان يحجز ما بينهم،
كأنهم بيقولوا لهم بشكل قانوني كل واحد يلزم حده وكل واحد يلزم الطبقة الاجتماعية بتاعته علشان احنا نتعامل بشكل وانتوا تتعاملوا بشكل. وده خلق عند الشعوب الأقل سواء الوسطى أو الأفقر شوية دي جدا بسبب ان هم حسوا بالتمييز لمجرد ان هم مش من طبقة عالية أو غنية، ان هم ما يستاهلوش الاحترام والبرستيج اللي الملوك والملكات بياخدوه. والسلطة ساعتها أدركت أهمية الموضة واكتشفت قد إيه إن الشكل الخارجي هو من أهم الحاجات اللي بيقدر يعيد الترتيب الاجتماعي في المجتمعات. لأن ساعتها لو كان الترزي لبس زي النبيل أو كان الفلاح لبس زي الملك ما كانتش الناس هتعرف تفرق بينهم. فده بالنسبة للسلطات والحكومات طبعا ما كانتش حاجة مقبولة، لأن المفروض كل واحد ساعتها كان يلزم طبقته الاجتماعية علشان يبقى في بينهم من ناحية القانون عدل في طريقة التعامل، وده ما ياخدش privileges ده ولا ده يعامل بنفس معاملة ده. أي نعم ده ما كانش عادل، بس ساعتها القانون ده اتطبق بالفعل لحد وقت مش بعيد. الموضة ساعتها كانت بتتشكل على حسب مزاج الملوك والملكات، وزي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده إن ساعتها كانت الموضة والفن والإبداع والألوان الحلوة كانت مقتصرة بس على الملوك والملكات لهذا السبب، عشان هم كانوا حابين يتميزوا جدا بالشكل الحلو والبرستيج والموضة لوحدهم من غير ما حد يشاركهم فيها. والمنطق ده كشف ان السلطة ما كانتش بتحتاج ان هي تراقب شعوبها في حياتهم اليومية، وده لان هم اكتشفوا من غير ما يحتاجوا يراقبوهم بشكل يومي ان لبسهم اثر جدا على نفسيتهم وعلى الكونفيدنس بتاعهم وعلى طريقة تعاملهم. فاكتشفوا ان لما الناس ابتدت تلبس طبقات ارقى شوية من اللبس او عليت شوية بالليفل بتاع لبسها في الالوان والاقمشة وعملوا لهم الستايلينج المناسب، لقوا ان ده زود ثقتهم بنفسهم جدا. والحاجات اللي كانوا ممكن يقبلوها لان هم حاسين ان هم ملهمش كرامة او ما يستاهلوش ان هم ياخدوا الاحترام ده ابتدوا يرفضوها. فابتدوا يشوفوا ان الشكل الخارجي للانسان هو ليه تأثير مباشر على احساسه بنفسه وهل هو يستحق الاحترام ولا لا. وعشان كده النقد الفني للموضة ظهر في الوقت ده علشان يقدر يسرد الافكار بتاعت الناس ويقدر يشوف ازاي الموضة اثرت بشكل مباشر على فكر الناس. وده اللي لو طبقناه في وقتنا ده هنحس فعلا بالفرق، ان احنا لو غيرنا مجرد طبقات بسيطة قوي من اللبس او علينا شوية بالفابريكس اللي بنلبسها او حتى بطريقة ستايلينج القطع بتاعتنا على بعض هتفرق جدا في احساسنا بنفسنا وفي ثقتنا في نفسنا كمان. وده فضل مستمر لحد القرن ال17، ومن بعدها الشعوب ابتدت تتثقف شوية وابتدت تشوف ان كلنا من حقنا نلبس بالطريقة اللي تريحنا وتعبر عن احنا مين وجايين منين وطبقتنا الاجتماعية ايه. وحتى لو انا مش بنتمي لطبقة اجتماعية معينة احب ان انا ابان بشكل اعلى اجتماعيا شوية علشان اخد احترام انا استحقه وشايف ان انا في يوم من الايام هوصله. فابتدى الناس مع الوقت ان هي تشوف ان كل واحد من حقه يلبس بالطريقة اللي تعجبه وبالطريقة اللي هو حاببها. ولكن النقد الفني للموضة هنا أدرك إن ده ممكن يخلق سلوك استهلاكي أكبر بدل اللي منعه، بسبب إن الناس كلها هتحب تقلد الطبقة الغنية جدا، فده هيخلي فيه سوق جديد من البراندز التقليد أو الماركات المقلدة من البراندز الغالية جدا، لأن كل واحد هيبقى حابب يبان من طبقة أعلى. فده زي ما كان كويس إن هو خلى فيه ناس تقدر إن هي تلمس الغنى حتى لو بشكل فيك أو مفبرك لمدة لحظات بسبب شنطة أو جزمة اشتروها، هو في نفس الوقت كان ليه أضرار كتيرة جدا، لأن هي الشنطة أو البيس دي بتخلي الإنسان موهوم بالنجاح أو بيحس إن هو جاب قطعة غالية جدا وهي مش حقيقية. فالمهم قبل ما نشتري أي قطعة إن احنا نتأكد إن هي أوريجينال وإن هي من مكان أوثنتيك. ففي يوم من الأيام حتى لو احنا عايزين نعلى بطبقتنا الاجتماعية نشتغل إن أنا أقدر أجيب الأوريجينال بدل ما أمشي بالفيك. كلنا شفنا إن الفيك لما بيتكشف بيبقى توابعه أوحش بكتير من إن أنا أجيب حاجة أوريجينال أستايلها بشكل أحسن. والقرون اللي فاتت أثبتت لنا
قد ايه ان انا لما بستايل لبسي بالفابريكس اللي موجودة، حتى لو الخامة مش احسن حاجة بس ستايلتها بالشكل الصح، هتخلي البيس الرديئة جدا بيس حلوة قوي، مميزة قوي، وشيك جدا. من القرن ال17 لحد الثورة الصناعية الشعوب فضلت مشتتة ما بين ان هي تفضل على حالها وما بين ان هي تطور، وساعتها الثورة الصناعية جت وفعلا غيرت كل اللي كان موجود وطورت وحولت الموضة واللبس من مجرد معاملة فردية ما بين الترزي أو الديزاينر والمستهلك اللي هو الكاستمر، لمعاملة استهلاكية شرائية. كل إنسان يقدر إن هو يروح مكان يجيب اللبس جاهز من غير ما يحتاج يقيس أو يحجز قبلها بشهور. فده طور الفكرة عند الناس وخلى الناس كلها تقدر تلبس بشكل أحسن وبشكل أرخص، ويبانوا بشكل أحلى وأحسن من زمان. قبل الإنتاج الجاهز كان الإنسان بيروح للترزي علشان يفصل له قطعة بعينها، فواحد بس هو اللي بيفصل لواحد بس. طبعا ده بياخد وقت كبير جدا لأن هما بيختاروا القماش والألوان والتطريز والشكل والحجم، فده كان بياخد وقت كبير جدا لحد ما الثورة الصناعية قررت إن هي هتعمل قياسات محايدة تناسب كل الأجسام وكل الأشكال. فساعتها انت على حسب السايز بتاعك انت اللي هتلبق على القطعة، مش القطعة هي اللي تلبق لك. وده خلى ان الناس عندها سوق أوسع بكتير تقدر تشتري من خلاله. فبدل ما كانت القطعة الواحدة بتاخد شهور عشان تتعمل، لا دلوقتي ممكن أسابيع وأيام، لأن القطعة الواحدة بيشتغل عليها ناس كتير قوي. فالموضة ابتدت تنتشر بشكل أسرع وأحسن، وفي نفس الوقت ده قلل جدا من الفروقات الطبقية، لأن ده خلى إن الناس كلها بقى عندها الاكسسبيليتي او ان عندهم السهوله واليسر ان هم يشتروا الحاجه. فبدل ما الحاجه لان هي كانت بسعر غالي جدا لان واحد بس اللي بيعملها كانت بالاف، دلوقتي ممكن تبقى بميات. وده خلى ان الطبقات الوسطى والفقيره تبدا تظهر بالشكل اللي هم عليه دلوقتي. وفي لبس كتير جدا بقينا بنشوفه ما بنعرفش نفرقه من اللبس البراندز الاوثنتيك الغالي بسبب الكواليتي العاليه وبسبب دخول الفاست فاشن عالم الموضه. الانتاج الجاهز غير علاقه اللبس بالمشتري، وزمان كان المشتري هو اللي بيجري ورا اللبس لان هو كان بيروح بيطلب البيس او الحاجه اللي هو عايز يفصلها من الترزي، فكان زمان الناس هي اللي بتطارد اللبس. دلوقتي مع ظهور السوق الاستهلاكي اللي احنا بقينا فيه بقى العرض موجود، ولازم يخلوا الناس دايما عندها طلب علشان يخلوا السايكل ماشيه. وده دخلنا في حاجه اسمها الفاشن سايكل، استهلاك اكتر، انتاج اكتر، فلوس اكتر، اقتصاد يعلى، وهكذا. تفضل لوب شغاله تخليك انت كمستهلك دايما عايز تجري ورا الموضه، دايما عايز تشتري اكبر كم، ودايما عايز تبقى انت واخد اللاست ابديت. وده عمره ما بيحصل لان هو سوق متجدد جدا وكل يوم بيظهر حاجه جديده. فالفاشن سايكل لو مشينا وراها بدون وعي ممكن تسحلنا ان احنا تخلينا ندخل في مشاكل اقتصاديه احنا في غنى عنها، وممكن نتفاداها بان احنا نوعي نفسنا بايه الحاجه من السوق الاستهلاكي اللي ظهرت دي خلتني انا كمستهلك اقدر ان انا يبقى عندي سرعه وصول ليها اكتر من غير ما انا ابقى بجري وراها، فاقتصاديا انا اقدر. الانتاج الجاهز كمان دخل لنا وسط جديد او كوميونيتي جديده ما كانتش موجوده في الناس اللي بتلبس شيك او على الموضه، وده لان الموضه دلوقتي بقت متاحه لكل الطبقات باختلاف اسعار الحاجه. فدلوقتي زي ما اتكلمنا على تريبل داون افكت، الحاجه بتظهر في البراند العاليه قوي بعدين تفضل تنزل للاقل للاقل للاقل. فالغني جدا بيلبس على الموضه والفقير جدا برضه بيلبس على الموضه. ده خلى فيه اندماج ما بين الكوميونيتيز، فبقت الناس كلها مندمجه في بعض، بقينا كلنا كوميونيتي واحده. الفرق بس ان انت ممكن تلاقي اوتفيت ب5-6 آلاف دولار هو نفس الاوتفيت بس ب5-6 آلاف جنيه. فدي بتبقى شطاره ونصاحه من الطبقه الوسطى لان هي بتبقى عايزه تعلى شويه من غير ما تجيب الحاجه اللي هي فوق
طاقتها المادية، وفي نفس الوقت ما يبقوش حابين ان هم يجيبوا حاجة ما تناسبش طبقتهم الاجتماعية. فالفاست فاشن والعولمة زي ما كان ليها أضرار كتيرة جدا مادية واقتصادية، وخلتنا كلنا وأكتريتنا كمان كالبنات أكتر من الولاد عندنا حاجة اسمها نهم للشراء. دايما عايزين نشتري، ودايما عايزين نملي دولابنا، ودايما عايزين نجيب أحدث حاجة حتى لو هي عندنا. زي ما كانت ليها عيوب فهي كمان كان ليها مميزات، والميزة دي إن بقى عندنا الفرصة إن احنا نجيب البيس اللي كنا زمان ممكن نشوف إن احنا مستحيل نقدر نجيبها. ولأن الفاشن سايكل بتدخلنا في سحلة كلنا ما بنبقاش عارفين هو اللي احنا عايزينه ده فعلا عايزينه ولا لأ. النقد الفني للموضة هنا هينفعنا جدا كمستهلك، وساعتها أنا محتاج أشوف الأسس اللي أنا هلبس عليها. فلو أنا مثلا كل لبسي فورمال فأنا مش محتاج إن أنا أجيب حاجة كاجوال، لو كل لبسي كاجوال فأنا مش هعمل أي حاجة بالبدل. وده هيخليني عندي وعي أكبر بإيه اللي أنا محتاج ألبسه وإيه اللي لأ. لأن الراديت وير دلوقتي خلى عندنا نهم إن احنا نبان بستايلز كتير قوي مختلفة، وتغير الستايلز الكتيرة ده ممكن يخلينا نتوه شوية عن الستايل بتاعنا الأصلي، من احنا كنا ايه وبقينا ايه. فاهم حاجه ان احنا نحافظ احنا على اصالتنا ونستغل الفاشن سايكل دي لصالحنا، ما تخليهاش تاثر علينا. الريدي تو وير ده خلق جمهور جديد خالص ما كانش موجود، ولان كانت علاقه المشتري باللبس هي علاقه فرديه بحته. هو واحد عايز يشتري حاجه بيروح يفصلها، او حتى بيروح يجيبها من مصنع مفيش اي وسيط بينهم. الريدي تو وير خلى ناس كتيره جدا تدخل لمجال سوق الموضة ما كانوش موجودين زمان، زي الفاشن ستايلست، الفاشن ماركتير، الفاشن ادفرتايزر، الفاشن جورنالست. كل من هو بيكتب عن الموضة أو بيستخدمها كوسيلة للتربح بالعمل، أو إن هو ينشر فكره وإبداعه لو هو مش فاشن ديزاينر، أو إن هو يلبق ألوان ما كانتش موجودة قبل كده زمان. كل دول جديد على الساحة، كل دول وجوه جديدة على الساحة ما كانوش موجودين زمان. والريديت وير خلق ليهم فرص كتيرة جدا، لأن الناس علاقتها ما بقتش فردية بقت لبس، هي بقت علاقتها علاقة حد بيشتري برودكت فهو محتاج الجايدنس علشان يعرف البرودكت ده هيليق عليه ازاي، وازاي هو يقدر يختار الحاجة المناسبة ليه بناء على الذوق والنقد الفني اللي طالع من الجورنالست او الستايلست او الماركتير او حتى البلوجر اللي احنا بناخد الهامنا واستلهامنا منه. وده خلق عند الفرد والمستهلك حرية الاختيار، حرية اختيار انه يلبس الوانه ولبسه وستايله وشكله. وحتى لو هيستخدم الفن النقدي للموضة هو مجرد ريفرنس ليه وليس جايدنس، لان دلوقتي كل واحد بقى عنده الاختيار والاوبشنز على حسب اولا المستوى الاقتصادي اللي هو فيه، وعلى حسب ذوقه، وعلى حسب الاماكن اللي بيجيب منها. فده خلى كل واحد نفسه يجيب حاجه او عايز يلبس بشكل معين يبقى عنده الاريحيه والحريه انه يعمل ده من غير قيود سواء من الدوله او من المجتمع. ولان دلوقتي السوق بقى عليه عرض وطلب كتير قوي، ما بقاش في حد معين هو اللي رايه بيمشي على الكل، ولا هو حاجه واحده الناس بتلبسها بشكل موحد من غير ما يقولوا رايهم فيها. الفكر العولمي كان عايز ينشر الفكر الاستهلاكي بحت عند المستهلك. ساعتها الإعلام اتدخل وفهم الناس يعني إيه فاشن سايكل، ويعني إيه وعي للاستهلاك، ويعني إيه وعي بالفاشن، ويعني إيه ستايل، ويعني إيه إن كل واحد يبقى عنده ذوق. من غير الإعلام الناس كانت هتبقى ضايعة ومش فاهمة وتايهة شوية وهي بتشتري. فدلوقتي بعد ما بقى فيه نقد وبقى فيه مشاركة بالرأي وبقى فيه ستايلست وبقى فيه فاشن سايكل احنا فاهمينها مدركينها كويس قوي، بقى كل مستهلك عنده الأريحية يشتري ايه على حسب قدرته المادية والاجتماعية وعلى حسب ذوقه هو، مش اللي مفروض عليه. وبما ان احنا بنتكلم عن الوعي فما ينفعش ننسى ان بالوعي بالجسد. فكل واحد ليه شكل جسم معين وشكل لبس معين وطريقة فكر معينة ما ينفعش ان احنا نحكم على بعض بيها. والنقد الفني للموضة هنا بيلعب دور كبير قوي ان هو يخلي كل واحد قادر يليق اللبس اللي على حسب مزاجه
اللي يليق على جسمه، لأن مش كل الأجسام واحدة ولا كل الأشكال واحدة ولا كل الأوزان واحدة. مفيش وزن حلو أو وحش ومفيش شكل حلو أو وحش. الفكرة كلها في طريقة اللبس هي اللي بتخلي البيس دي على الجسم ده شكلها حلو قوي، ونفس البيس دي على جسم تاني شكلها وحش. فزي ما احنا زودنا من وعينا تجاه الألوان والموضة والستايلز، احنا محتاجين ان ما ندخلش ونتسحل في السايكل بتاعة الفاشن سايكل اللي تخلينا كارهين نفسنا وشكلنا لمجرد ان احنا حطينا ايكون واحدة هي دي اللي بنمشي وراها ودي اللي عايزين نبقى فيها. كلنا هنحس ان احنا شبه بعض فمش هيبقى فيه اختلاف. فالاهم من ان انا كمان ازود وعي بالموضة والفاشن ان انا ازود وعي بجسمي انا واحتياجاتي انا وايه اللي يليق عليا انا. وزي اي حاجة بتتطور صناعة الفاشن كمان اتطورت وحصل ليها تبلور. ازاي ده حصل وايه التايم لاين اللي حصل فيها وليه ومين كان سببه، ده اللي هنعرفه مع بعض في كعب عالي.